بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. والنهاردة بنواصل شرح الدوال المالية في الاكسل، وهم من أهم الدوال المالية 3 دوال اللي هم بي ام تي و بي في و اف في. وكنا شرحنا ان بي ام تي بتجيب لك الدفعة لو انت خدت قرض، الدفعة اللي انت هتسددها شهريا من خلال معطيات معدل الفايدة ومدة التسديد ومقدار القرض. وكنا بنقول بنشرحها ان الدفعة بتساوي بي ام تسديد بتاعتك والبريزنت فاليو او مقدار القرض اللي انت هتاخده، وبنحط الطيب لو كان انت هتدفع في اول الشهر او اخر الشهر. لو كنت هتدفع، والعادة يعني انت بتدفع اخر الشهر فبنحط زيرو. لو انت هتدفع في اول الشهر هنحط 1. ده بالنسبة لمعادلة بي ام تي. النهاردة هنتكلم عن معادلة بي في. يعني ايه؟ ان هو مديني معدل الفايدة السنوي بتاعي ومدة التسديد، تمام، ومديني كمان الدفعة اللي انا هسددها. فالمفروض ان انا هجيب مقدار القرض او اصل القرض، خاصة طبعا لو احنا بنتكلم ان احنا بنتعامل مع فايدة مركبة. عشان تجيب اصل القرض، وان انت هو مديك ان انت هتدفع الدفعات بتاعتك قد ايه، فانت عايز تعرف اصل القرض بتاعك قد ايه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل المعادلة بتاعتنا. هنقول بيساوي بي في، وافتح قوس، الاقي هو هنا بيقول لي الريت بتاعك، فاقول له الريت بتاعي اللي هو معدل الفايدة السنوية. وطالما قلنا معدل فايدة سنوية يعني هنقسم على 12 شهر. وبعد كده هعمل الفاصلة بتاعتي نمبر بير مانث او الدفعات، مقدار او مقدار السدادات حوالي 60 دفعة. فهكتب هنا 60 او اعلم على المعادلة دي، وهعمل الفاصلة بتاعتي. هنا بيديني بقى البي ام تي اللي هي الدفعات اللي هتسددها. الدفعات اللي انت هتسددها في الشهر، الدفعة بتساوي اللي هي 2124 دي. وهقفل القوس بتاعي زي ما اتفقنا. الاف في والتايب دي اختياري، مش هنتعرض لها دلوقتي. وهندوس ونقفل القوس بتاعنا وهندوس اوكي. هنا طلع لي طبعا بالسالب 99,999.79 قرش. هنا نلاحظ ان كان مقدار الدفعة هنا 100,000 جنيه. هنا برضو مقدار القرض 100,000 جنيه لو هو مديلك المعطيات التانية. فهاجي هنا وهدوس على، وعشان بتطلع بالسالب فهدوس هزود اشارة السالب بحيث ان هي تديني سالب في سالب بموجب. وهيطلع لي بالناتج ده ان انت مقدار القرض اللي هتاخده حوالي اصل القرض 99,999.79 قرش، يعني 100,000. وهتدفع الدفعة في الشهر 2124 على 60 شهر بمعدل 10%. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. رب يكون الفيديو عجبكم، وما